انت بنسبه كبيره شفت فيلم ايجي بيست وكمان عارف موقع ايجي بيست، بس ما تعرفش القصه الحقيقيه للموقع وازاي صاحب الموقع عمل اكتر من 110 مليون دولار من الرقم ده يعدي 50,000 جنيه مستريح. الموضوع كله بدا سنه 2009 باثنين شباب من المنصوره عباقره في البرمجه وهدفهم يساعدوا اصحابهم يشوفوا الافلام الجديده عشان ما حدش معاه فلوس يشوفها، ومفيش وقت قليل واتعمل موقع ايجي بيست عشان كل الناس تقدر تشوف الافلام مش بس اصحابهم. بس اللي ما كانوش متخيلينه ان الموقع في الفتره من 2011 ل 2014 يفايرال بشكل مرعب، مش بس في مصر لا في الوطن العربي كله، وده خسر نتفليكس وهوليوود وديزني اكتر من 50 مليون دولار في سنه واحده بس. وهنا بدا اكبر تحدي في تاريخ ايجي بيست، حرفيا كل الكيانات الكبيره عايزه تقفله باي شكل عشان كل يوم بيخسرهم ملايين، وايجي بيست اخدها تحدي ورفع شعار السينما للجميع واهلا بيك في الجديد منه يا صاحبي. واللي جنن كل الكيانات الكبيره انهم مش عارفين يقفلوه مهما حصل، عشان ايجي بيست كان شغال بنظام اسمه الميرورنج. نظام المرايه ده زي بالظبط لما تضرب بورس بالشبشب بيسيب لك ديله وشويه تلاقيه طالع لك من جديد. ده غير ان سيرفرات ايجي بيست ما كانتش في مكان واحد، لا دي كانت متوزعه على كل بلدان العالم اللي ما عندهاش اتفاقيات مع امريكا لتسليم الناس الوحشه، ماشيها وحشه. بس لكل حاجه نهايه، وفي 2019 ومره واحده قدروا يقفلوا موقع ايجي بيست والموقع اختفى. بس اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر فيلم شفته على الموقع ده زمان وحبيته بجد. انا بالنسبه لي مسلسل لا كاسا دي بابيل، وما تنساش تعمل فولو عشان نوصل مليون فولور.